نهضة بركان، هو من بركان، هو اللي طلع بركان، هو اللي وقف مع بركان، هو اللي كان رئيس ديال بركان. حتى واحد ما قدر يوقفها ودات البطولة ب70 نقطة. الأجدر أن الوداد هي اللي دير البطولة. قبل ما نتكلموا على ايتمنا خلى هاد الفرقة هادي نزلات للدوزيام ديفيزيون. لا هاد اللاعب ولا هاد اللاعب قبل كلشي من المستوى اللي حاول يهرس كل ما بناوه الناس اللي قبل. وهذا وتزيد هذا بات اللي تيجي. السلام عليكم خوتي خواتاتي، ما عرفتش منين نبدا ببركان، الجيش، الوداد ولا الرجاء. نتوكلوا على الله ونبداو ببركان. بركان دارت موسم استثنائي، الفوز لاول مره في المسيره ديالها بالبطوله، وهذا الشيء راجع للخدمه اللي تيديروا الاداره ديالهم. كلشي غيتكلم على المساله ديال كيفاش الاداره ديالهم دائما تتكلموا على القجاع. المساله ديال القجاع كيعاون نهضه بركان، سي نورمال كيعاون نهضه بركان. هو من بركان، هو اللي طلع بركان، هو اللي وقف مع بركان، هو اللي كان رئيس ديال بركان. شيء عادي انه يعاون بركان. الغريب في الامر في المغرب باش نكونوا واضحين ومنطقيين، ثقافه تقبل الهزيمه ما كايناش. الراجل كدير البطوله تنخرجوا تنقولوا بودريقه 15 مليون في الميكا. الوداد كدير البطوله، الناصيري والمسائل والتحكيم. اذا ماشي غريب انني نشوف بركان في عصبه الابطال الافريقيه، وممكن نشوفها مرارا وتكرارا. علاش؟ لان عندها استراتيجيه وعندها اكاديميه وعندها ناس كتخدم في الاكاديميه وتيعرفوا شنو تيديروا. باش نكون معاكم واضح، قبل ما دير البطوله ما جابتش انتدابات على مستوى اللي عالي، ما جابتش فقط انتدابين او ثلاثه بما فيهم الحارس السابق ديال المنتخب المغربي. اذا ما تجيش اليوم تقنعني وتقول ان بركان ما تستحقش انها تفوز بالبطوله. بالنظر على الكلام اللي كيتقال وبالنظر على المساله ديال التحكيم، تنظن انه نهضه بركان فازت على الرجاء، فازت على الوداد، فازت على فرق اللي كبيره في الوطن الوطنيه، وتا واحد ما قدر يوقفها ودات البطوله ب70 نقطه. وهذه ماشي سهله. الناس كتخدم في السكات، وجميع الاداريين ديال الفرق الكبيره بما فيهم الوداد، الرجاء والجيش كيحاولوا يوجهوا البوصله لنهضه بركان باش كلشي يبقى يتكلم على نهضه بركان، وكينساو المشاكل اللي كيعيشها النوادي ديالهم والاداريين ديالهم باش يحاولوا يتغافلوا عليهم الجماهير، ويحاولوا يركزوا ويوجهوا البوصله دائما نحو نهضه بركان، التحكيم والقجع. في الوقت اللي خصني نتكلم على بركان وعلى البطوله اللي دات بركان، الاجدر ان الوداد هي اللي دير البطوله ماشي بركان. علاش؟ لانه الانتدابات الكبيره اللي جابت الوداد وكذلك الملايير اللي تخسرات على اغلب اللاعبين، اللي بقى، اللي مشى، اللي برازيلي، اللي ما صدقش برازيلي، بزاف ديال الحوايج وقعت الوداد. هذه هي الاستراتيجيه ديال المسيرين اللي كاينين في البطوله الوطنيه، وبالخصوص النادي ديال الوداد وديال الرجاء بما فيهم بعض الفرق اللي استثنينا تقريبا نهضه بركان وفتح الرباطي. فتنشوفوا نفس الفيلم الكلاسيكي كتعيشوا الوداد الرجاء كل سنه. نتكلموا على الوداد انتدابات في مستوى اللي هو كبير، هادشي اللي كانوا كيقولوا المجيء ديال ايتمنا. وقبل ما نتكلموا على ايتمنا خلى هاد الفرقه هادي نزلات للدوزيام ديفيزيون ب4 ديال النقاط. وكذلك مجيء ماكوينا للوداد، هادشي كلشي تسلط الاضواء بشكل اللي هو كبير على الوداد، وقلنا الوداد غادي دير موسم اللي غادي يكون خارق للعاده وغادي تفوز بالبطوله وغتتاهل لعصبه الابطال الافريقيه. لكن كنشوفوا العكس. اذا هنا كنطرح السؤال، واش الناس ديال الوداد فكرات مزيان في الرئيس اللي كاين حاليا في فريق الوداد ولا لا؟ كان الاجدر التفكير فيما بعد كاس العالم وقبل كاس العالم، وكانت تكون استراتيجيه اخرى، ونفكروا في مدير رياضي، نفكروا في اداره تقنيه قبل ما نجيبوا انتدابات، باش غير نجيبوا انتدابات ويتسمى اننا عندنا انتدابات واننا غادي نمشيو لكاس العالم ونواجهوا فرق اللي هي كبيره. حذاري ثم حذاري، الوداد غادي يواجه فرق اللي ماشي سهله. لكن الاشكال اللي ما فكروش فيه نادي الوداد الرياضي هو المشكل ديال الدفاع. لا هذا اللاعب ولا هذا اللاعب. قبل كلشي كان كيتكلم على حركاس على ان اساس انه اللاعب توب، ويا ما حضرنا من لاعب حركاس وتكلمنا، لكن واجهنا بزاف ديال المشاكل مع الجمهور ديال الوداد اللي كانوا كيطالبوا دائما انه يكون في المنتخب المغربي. هو حتى في الوداد ما قدرش يدافع على عرين اللون الاحمر. اذا الاجدر بالصف الثاني كان هو الجيش الملكي. دوزو نتكلموا على الجيش الملكي. انا بالنسبه لي الجيش الملكي يستحق انه يكون في المرتبه الثانيه. علاش؟ لانه بكل صراحه كان عنده استقرار تقني بالنسبه للتشكيل ديال الفريق، ما فرطش في اللاعبين ديالو، ولكن ما دارش انتدابات اللي كان غادي ممكن يمشي بها بعيد في عصبه الابطال الافريقيه اللي كانت كتبان في المتناول وكانت سهله نظرا للظهور ديالو امام الرجاء الرياضي والاقصاء ديالو، وكذلك التفكير في الفوز بعصبه الابطال الافريقيه قبل المرور من الادوار اللي كتاهلوا باش يفوز بهذا الكاس هذا. من بعد الاقصاء ديال الرجاء الرياضي، الجيش الملكي ما مشاش بعيد في عصبه الابطال الافريقيه. شيء عادي، لانه التفكير ديال اللاعبين الهاويين اللي كاينين في البطوله المغربيه بين لهم على اساس انه الفوز على فريق الرجاء الرياضي سهل انني نمشي نفوز بعصبه الابطال الافريقيه، وبقى التفكير فقط في الفوز على فريق الرجاء الرياضي والكلام من وراء فوز فريق الرجاء الرياضي. وتنظن ان الجيش الملكي ما تعلماتش من الدرس اللي خداته الموسم اللي فات في البطوله اللي فاز بها فريق الرجاء الرياضي على ظهر اغلب اللاعبين
المدربين ديال فريق الجيش الملكي، منهم الهابطين ومنهم بعض اللاعبين اللي كانوا كيتكلموا قبل نهايه الموسم على اساس انهم فازوا بالبطوله وفي الاخر خسروا البطوله امام فريق الرجاء الرياضي. ندوزو دابا نتكلموا على فريق الرجاء الرياضي. ماشي من السهل انك تفوز ببطوله دون هزيمه وكذلك كاس العرش في موسم واحد، ولكن الصعيب هو انك تحافظ عليهم، وهذه ضريبه الاعتماد على الاشخاص، وهذا هو المشكل ديال الادارات. لا الوداد لا الرجاء الجيش. ندوزو نتكلم على الرجاء. الرجاء فريق اللي كان فيه بودريقه، اداره تسويقيه في المستوى بالنسبه للاقمصه ديال النادي، بالنسبه للرجاء ستور، بالنسبه حتى للمتجر الالكتروني اللي كان من داكشي الرفيع، مدرب في مستوى، بطوله استثنائيه، وكذلك الفوز بكاس العرش على حامل لقب البطوله السابقه اللي هو الجيش الملكي. كل شيء هادشي مشى هباء منثورا. من بعدها جات عصبه الابطال الافريقيه، جا رئيس اللي تنظن دون المستوى اللي حاول يهرس كل ما بناوه الناس اللي قبل. ما يمكنش اليوم انت غادي تشارك في عصبه الابطال الافريقيه وتحيد لي هذا وهذا وتزيد هذا وهذا وتحاول تجري على هذا. اما المساله ديال المدربين لا حديث ولا حرج. المطالبه بذهاب هذا المدرب باش يجي هذا المدرب، من بعد كيجي هذا المدرب، من بعد المطالبه بالمدرب والاطار التقني الوطني كيجي هذا المدرب اللي كيخرجنا من، ومن بعد كيمشي هذا المدرب. فاش كنجيبوا هذا المدرب اللي كيعتقنا من، وفي الاخر كنلقاو روسنا محتلين الرتبه الخامسه في البطوله الوطنيه. وهذا المسلسل الكلاسيكي غيتعاود كل مره. غتجي اداره غتجيب لك انتدابات بدون التفكير في اداره تقنيه او مدير رياضي او شي حوايج بحال هذا الشيء. الناس ما كتبغيش هذا الشيء. من الاداء ديال الرجاء بدا كينزل، كان اجتماع ديال المنخرطين. الحلول اللي وجدوا لنا الناس المنخرطين ديال فريق الرجاء الرياضي هو توحيد الجروب ديال الواتساب، على اساس انهم كانوا جروبات بزاف وكانوا كيخلقوا مشاكل بالنسبه لفريق الرجاء الرياضي. وحدوا الجروب ديال الواتساب باش يحاولوا يهضروا بطريقه اللي تكون سلسه فيما بينهم. لكن الحل دابا انا وانتوما لحد الان ما عارفينوش. شنو هي الاضافه اللي قدمت لنا مؤسسه المنخرط؟ لحد الان ما كاين حتى شي اضافه. تنعرفوا كاملين جوج الادوار اللي كيديروهم المنخرطين: تزكيه رئيس والاطاحه برئيس. وهذا هو الدور اللي ما كيتسناش الجمهور بغى اكثر، بغى ايجاد حلول، بغى مجهودات، بغى بزاف ديال الحوايج، بغى تطوير، بغى تخفيض ثمن الخيارات باش يساهموا بزاف ديال الناس، تخفيض ثمن الخيارات باش تكون المساهمه اكثر، لا ماديه ولا معنويه ولا افكار كذلك اللي نعاونوا بهم النادي ويمشي بعيد. اداره دون المستوى ما فكراتش في الفرقه، ما فكراتش في الاكاديميه، ولحد الان الاكاديميه كنتسناو تطلع لنا شي لاعب، ما طلعت لنا حتى شي لاعب. الغريب في الامر انك كتنتدب ثلاثه ديال المدافعين، هذا وهذا وزيد هذا وعندك هذا، وفي الاخر تيلعب هذا وهذا، وكتجري على وسط الميدان هادو كاملين باش تجيب ليا هذا وهذا. والغريب ثاني في الامر عندك هداف البطوله هذا كتصيفطو باش تجيب ليا هذا، وكتفرط في اللعابه اللي كانوا ركائز ديال النادي وكتجيب لاعبين اللي ما قدموش لك الاضافه. اذا بالنسبه لكم نتوما شنو غنسميو هذه الاداره؟ ما عندهاش شي اسم اخر اللي لقينا ليه احسن من الاسم ديال اداره فاشله بكل المقاييس، اداره هاويه بكل المقاييس. انا اللي تيبان لي انه خصو يكون تغيير جذري في الفكر ديال المشاهد وديال الجمهور ديال الرجاء ديال الوداد ديال الجيش، والمطالبه بشي حاجه من قيمه هذه النوادي. خصنا نفكروا بمنطق ونفكروا في الاداره ديال النادي هي الاولى، وتكلمت عليها مرارا وتكرارا. اخواني اخواتي الكرام، بغيتوا النوادي ديالكم يمشيو بشكل اللي هو كبير بعيد، خاصكم 4 ديال الادارات: اداره قانونيه، اداره تقنيه، اداره تسويقيه، واداره اعلاميه. الا ما عندكش هاد الادارات ما عندكش فرقه. الا مازال كيتحكموا فيك بعض السماسره في اللاعبين في المدربين في هذه المسائل، عرف راسك مازال ما كاينش عندك احتراف في النادي، ومازال باقي بعيد، ومازال دائما غتعيش نفس المسلسل الكلاسيكي للانتدابات اللي تيجي. تحياتي اخواني اخواتي الكرام، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تهلاو في راسكم.